إذا السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا لكم على ملعب الأولمبي بالرباط، اللي خضع لبزاف ديال التغيرات، اللي تقريبا ما بين الفيديو الأول اللي درت على الملعب الأولمبي وهذا الفيديو اللي تقريبا ما كاملاش سيمانة. وصراحةً كنتصدم لأن واحد السرعة ما يمكنش، واحد السرعة اللي ما يتخيلهاش العقل، واحد السرعة اللي ما يتخيلوهاش المغاربة، اللي ما عمرنا كنا كنحلموا بها ولا عمرنا شفناها في شي بروجي. والتيران اللي سمعت أنا غيوجد قبل التيران ديال مراكش والتيران ديال أكادير، الصراحة صدمة كبيرة بالنسبة ليا أنايا شخصيًا. وحتى الشارع العام المغربي غيكون بنفس الصدمة. راه ما شاء الله. قبل ما نبداو، ما كرهتكمش الاخوان ديروا اشتراك وتوصلونا ل 500 ابوني فضلا منكم وليس امرا. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم مؤخرا. يلا نبداو. كما سبق لينا شفنا في الفيديو الاول ديال الملعب الاولمبي ان المضمار كان باقي ما وصلش للمرحله ديال الانتهاء من الاسفلت. وكنشوفوا دابا سلام الاسفلت، وكنشوفوا بالعكس جابوا التجهيزات ديال المطاط اللي غيديروا. والسؤال هنايا كيبقى بين جوج الحوايج: واش هذا المطاط غيكون باللون الازرق او لا غيكون باللون الاحمر؟ واللي كيخلي الشكوك ديال المغاربه من ناحيه هذه القضيه هو ان التصميم خرج لينا بمطاط انه غيكون ازرق، لكن كاين واحد الناس عطاو فرضيه ديال ان لو كان غيكون المطاط الازرق، علاش الكراسي كانوا باللون الازرق في التصميم ودابا كنشوفوه باللون الابيض ومشتقاته؟ علاش هاد التغيير؟ صراحه ما عنديش جواب على هذا الشيء، ولكن كنقول انايا الا بغيت التيران يكون بهذاك الرونق والجمال ما يخسروش باللون الاحمر. من الاحسن اللون الازرق، سيرتو شفنا اللون الازرق مع ملعب الدار البيضاء اللي عطى واحد الجماليه زوينه للملعب، وما كتحش بواحد الضيق من ناحيه المضمار الاحمر. ما كتحسش بهذاك ليسباس اللي ضايع تماك. اما العشب فهو عشب طبيعي، واللي كنا شفنا في الفيديو السابق بانه كان غير رولوات اللي تم الوضع ديالهم، يعني كانوا باقين هذوك الرولوات ما متماسكينش مع بعضياتهم. الجميل في الامر هو ان هاد الرولوات صافي ولاو عباره عن ارضيه واحده، وكنشوفوا كيتم التصميم ديالهم على الشكل اللي باغيين. كما اننا كنلاحظوا وضع الخشبات الثلاث للمرمى. ما بقى لينا غير التراساج ديال الملعب، وان شاء الله غنساليو من ارضيات الملعب. نمشيو دابا للمنصه اللي مغطاة بشكل كامل. المنصه عباره عن قسمين: بلاصه اللي غيكون فيها استوديوهات تحليليه، وبلاصه اللي غيكونوا فيها اصحاب كبار الشخصيات والفي في اي بي. هاد البلاصه اللي كتشوفوا دابا وهي الجهه اليسرى من الفيديو من الصوره. هاد الجهه اليسرى هي اللي غيكونوا فيها الاستوديوهات التحليليه وكذا منابر اعلاميه. وهذه الجهه اليمنى من الصوره اللي كتوضح لنا بلاصه اللي غيكونوا فيها كبار الشخصيات والفي في اي بي حسب التصميم الداخلي. ودابا غندوزو لسقف الملعب اللي كيبان على انه كمل بدرجه كبيره، وصل تقريبا واحد 98%. باقي غير شي اعمده اللي قد زاد وصافي. ودابا راه بدات مرحله التغليف ان شاء الله غادي يكون مشمع باش ينقص لينا من درجه الحراره ويصبر لينا مده كبيره. غادي تشوفوا واحد المنطقه خضراء، هذيك المنطقه عباره عن شبكه اللي كتحمي لينا العاملين على التغليف
باش ما يسقطوش للأرض، وتكون حامياهم ويخدموا على خاطرهم. وما نساوش التشطيبات الخارجية اللي دوروا التيران عليها وسالوا من المستوى الصفر. لكن المستوى الأول أو الطابق الأول، فكنلاحظوا باقا واحد ليكستونسيون اللي خارجة بالحديد، وهذيك ليكستونسيون غادي تخلينا نديرو واحد الديكوراسيون أخرى اللي مختلفة تمامًا على هاد الديكوراسيون مستوى صفر، واللي غتكون تقريبًا منفوخة شي شوية وخارجة شوية وبارزة، وغتعطينا واحد الجمالية حسب التصميم. وأيضًا بدا تركيب بوابات اللي غتسمح للجماهير بالدخول، وكذا الأرضية اللي غتكون خارج الملعب، اللي غادا بنفس الconcept ديال الملعب ديال طنجة، اللي كيفرشوا واحد الأرضية عبارة عن أرضية بلاستيكية زجاجية، عاد باش كيصبوا الخرسانة وباش تكون متماسكة وتكون قوية وتصبر على الضغط اللي غيدير عليها الجمهور. وهذا الشيء اللي كاين في التشطيبات الخارجية. وأخيرا وليس آخرا، كنلاحظوا أن وراء المنصة الأرضية كاين واحد الملعب كبير، واللي هو عبارة عن مرآة تحت أرضي، اللي غيكونوا فيه السيارات ديال الناس اللي كيلعبوا فيه والناس كبار الشخصيات والصحفيين، وغيكون كبير وهو امتداد ديال المنطقة ديال كبار الشخصيات والصحفيين، و حتى سيارة الإسعاف، مداخل ومخارج سيارة الإسعاف، وكذلك الحافلات اللي غتجيب لينا اللعابة اللي غيلعبوا في التيران. وهنا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمناو أنكم ديروا اشتراك، لايك، وتعبروا لينا على الكومنتير، وحتى الديزلايك كيهم، حتاش كنعرفوا واش الفيديو عجب الناس ولا ما عجبوش. شكرا لكم بزاف، نخليكم إلى اللقاء.